جماعة انا مش عارفة انا بقيت ست بيت واخزن طماطم. والموضوع ده امتى؟ الموضوع ده حصل امتى؟ مش عارفة. ده شوفوا اللي انا فيه، انا اوريكم اللي انا فيه. الطماطم دي كلها انا لازم اخزنها عشان رمضان. ايه دودو اللي حصل؟ انا كبرت امتى؟ ايه؟ امبارح. انا كبرت امبارح فعلا. بصوا يا جماعة، انا غسلت الطماطم دي ما شاء الله. لسه اصلا في طماطم تانية مع اني مخلصتش كله، بس انا الحلة مش هتكفي. فتعالوا اقول لكم ازاي نخزن طماطم لرمضان. وبجد بجد الموضوع ده هيوفر علينا وقت. انا مجربتش قبل كده، انا اول مره اجرب. ماما اللي كانت بتخزن لي، بس مش مهم. يعني لازم اجيال بتسلم اجيال. بخزن لك يا دودو لما تتجوزي طول. طماطم. ماشي. انا غسلت الكميه دي ما شاء الله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحطها في حله وهحطها على النار كلها من غير ميه من غير اي حاجه، واسيبها بقى لحد ما تنزل كل الميه بتاعتها وتتسبك. هوريكم دلوقتي. انا هنزل في الحله. انا جبت اكبر حله عندي في البيت والله اهو. دي اكبر حله يا جماعه، مفيش اكبر من كده. حطي كده دودو نشوف هناخد كميه قد ايه. ماشي، تعالوا نشوف. ماما ادي سيبي. طب استني عندي فكره حلوه. هنحط الكرونه دي على الارض كده اه. ونحط الحله كده على رجلي. ماشي، يلا عبي كله يلا. يلا ماما طلعه. كله لازم أوي. اشغلها عشان هتاكل من الطماطم دي. مين؟ تفريزات رمضان بقى يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اصلا لسه في فيديو مش عارفه هنزل ده الاول ولا هنزل تاني الاول. كنت بنضف التلاجة عشان لسه عايزه اجيب خزين رمضان وحاجه رمضان. فربنا يقوينا بجد. بس يا دودو عشان التليفون كده. استني يا دودو. بصوا احنا ايه، عارفه ان انتم مش شايفين. استني. ايه عشان الغطا. ايه؟ عشان الغطا يكفي الغطا. فاتح؟ مم. استني يا دودو، خلاص مش هتكفي اكتر من كده. اه. خلاص. فاتح كده. اصلا هنشيل شويه عشان تستغطى. هنشيل كده. خلاص كفايه نسيت. يا بنتي. توتي مدقة. استني عايزه اوريكم الطماطم اللي باقيه اهو. أهو. الطماطم اللي باقيه. ماشي، نسيت. مش مهم يعني. ممكن اجيب حله تانية عشان اصلا في طماطم لسه ما غسلتهاش كمان ونحطها ونحط الحلتين مع بعض. ماشي، هغطيها بقى واحطها على النار. سيبها تنزل كل ميتها كل حاجتها. مش هحط ميه ولا هحط اي حاجه. قشطه. يلا بينا. اه. يلا بينا. بوش. تعالي قولوا لهم حطوا لايك. تكاك. بوش. دودو تعبانه اصلا وعندها برد. قولوا لهم حطوا لايك. تكاك. اشتركوا في كوكو. القناه. نني. باي باي. بوش. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين انا سبت الطماطم على النار لحد ما اتسبكت خالص ونزلت ميتها. انا ما كنتش حاطه ولا نقطه ميه. الميه دي كلها دي ميه الطماطم. طبعا عايزين تسيبوها اكتر من كده ممكن تسيبوها. انا سبتها لحد ما بردت خالص عشان كده، عشان اخلطها يعني. لو في هاند بلندر ممكن تخلطوها بالهاند بلندر. الميه اللي نازله من الطماطم دي بتفيد اللي انا بخلط بيها. ما بستخدمش ميه تانية، بخلطها بالميه اللي نازله منها يعني منها فيها. طبعا انا حطيت في الخلاط جزء قد ايه الخلطة. يعني انا بشوف انا هستخدم صلصة قد ايه في الطبخة وبحط في الكيس على قد الطبخة بالظبط علشان خاطر اطلع الكيس على قد الطبخة بالظبط. طبعا احنا فردين في البيت بس فمش بستخدم طبخ كتير او مش بستخدم طماطم كتير قصدي. معلش هياسة خالص. فحطيت الكيس على قد الطبخة بالظبط زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله عملت معايا كمية. طبعا كان في تاني خلصت كله يعني وصورت في الاخر. بصوا انا هحط الكيس في الفريزر ازاي. هبططه علشان ما ياخدش مكان. هعمله كده هيتبطط كده عشان ما ياخدش مكان، عشان احطهم كلهم فوق بعض. بصوا ما شاء الله الكمية عملت معايا حبة حلوين تنفعني بقى طول رمضان. محتاجش ان انا اخلط طماطم. اطلع
الكيس على قد الطبخة بالظبط. طبعا كل واحد حر يحط الكيس او في الطماطم على قد ما هو ايه محتاج، او زي ما هو شايف هو بيحط طماطم قد ايه في الطبخة. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تدوسوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، تفعلوا زر الجرس. بحبكم قوي، كل سنة وانتم طيبين، وعقبال يا رب كل سنة واحنا مع بعض. ربنا يخليكم ليا يا رب. وان شاء الله ان شاء الله يكون رمضان سعيد علينا كلنا. وانا يا جماعه ما عملتش اي تفريزات رمضان غير الطماطم بس، عشان كانت ماليه التلاجة. غير كده بصراحه انا مش متعوده افرز، واول مره اعمل حاجه زي كده، عشان اول رمضان اصلا اقضيه في بيتي انا من ساعه ما اتجوزت، وانا لاجئه عند امي وحماتي. فربنا يا رب يجعل رمضان خير علينا كلنا.